حذّرنا إدارة النادي الأهلي في بداية الموسم من المجازفة والمخاطرة بتعيين المدير الفني خوسيه ريبيرو. النهارده طبعًا النادي الأهلي تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، كان في فرص والنادي الأهلي حاول والأداء ما كانش سيء، ولكن برضه أنا ما باعفيش المدير الفني من المسؤولية في التعادل النهارده، خصوصًا المدير الفني في 3 مباريات في الدوري فاز في مباراة واحدة، إذًا بالنسبة للنادي الأهلي ده يعتبر فشل كبير، خصوصًا إن هو لاعب 3 مباريات رسمية already غير المباريات الودية والمباريات الرسمية اللي كانت في كأس العالم. إذًا المدير الفني عليه علامات استفهام كبيرة، وإحنا كان تحذيرنا من بداية الموسم إن المدير الفني ده عمره ما فاز ببطولة الدوري قبل كده، وقُلنا إن النادي الأهلي بياخد risk كبير في تعيين المدير الفني، فلازم الإدارة تتدارك الموضوع ده. أنا شايف المدير الفني ده ما عندوش أي إبداع، ما عندوش أي يعني المفروض بيكون عندك قراية للملعب، تقدر تعمل تغييرات، تقدر تغيّر النتايج. ولكن أنا مش شايف أي فرق، تغييراته كلّها كلاسيكية، يطلّع مركز وينزّل مركز مكانه. كان في مدير فني أو مديرين فنيين بيعملوا تغييرات هجومية لمّا النادي الأهلي يبقى متعادل أو خسران علشان يقدروا يكسبوا، فتلاقيهم بيزوّدوا في المنطقة الهجومية، لكن المدير الفني ده ما بيعملش كده، وأنا شايف إن قرايته خاطئة للملعب، فأتمنى إن كابتن محمد يوسف وعماد النحاس يوصّلوا الرؤية الفنية بتاعتهم للكابتن محمود الخطيب علشان يحصل تدخل من الإدارة سريعًا ويقدر يلحق الموسم، لأن لو فضلنا كده على مدار الموسم هتلاقي النادي الأهلي بيخسر نقاط كتيرة، خصوصًا إن أنت بقى بعد كده هتبقى عندك كمان أفريقيا وبطولة الكاس، يعني بتلعب في كذا بطولة، فلازم مجلس إدارة النادي الأهلي يتدارك الموقف سريعًا.